السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين يا اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد وحتى ترضى، لك الحمد واذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. احنا النهارده روتين عند روتين النهارده، يعني بنصور لكم الارانب. الارانب دي شكلها بسم الله ما شاء الله، انا بحب شكلها واحب لعبها يعني كده. هنقول لكم القصة بتاعت الارانب دي. احنا هنا حاطين جواز حمام والارانب هي امهم وابوهم وولادهم يعني. هقول لكم قصة الارانب دي. الارنبة الكبيرة اللي هي امهم آه ولدت يعني على دولة كانوا بيرضعوا، ده ابوهم اللي هو الازرق ده، دي امهم اللي انا بقول لكم عليها. دي ولدت. فالكبار دول كانوا بيرضعوا، لما كانوا بيرضعوا بعد ما ولدت بقوا ما يرضعوا تاني، فالكبار شربوا اللبن والصغيرين ما لقيوش لبن يشربوه فماتوا. يلا عوضنا على الله، جبر على الله يا جماعة. المهم، الارانب دي احنا عملنا لكم فيديو عن الارانب. آه يعني الذبيح ازاي تذبحيها وازاي تسلخيها وازاي تسويها. فيديو جميل جدا. زي ما انتم شايفين كده، احنا طلعنا عند الارانب وحطينا لهم شويه ربيع يفطروا او برسيم. ان اصلا يعني البهايم دي او الطيور طبعا ما فيش لسان يعني، ولا هتحكي ولا هتقول لك انا جعانه ولا عايزه اكل ولا كده. فانتي من نفسك يعني لازم في الصبح كده تطلع تشق عليهم، تحط لهم شويه ميه، تغير لهم الميه اللي عندهم يعني، وتحطي لهم شويه ربيع او برسيم او اي غله عندك هتحطيها، وتكنسي لهم العشه عشان خاطر ما يبقاش لاين تحتيهم. وربنا يقدرك يعني عليهم كده، ولو معاك عيال يقدرك عليهم هم ولادك. دي امهم الكبيره دي البيضه الحلوه دي، العسوله اللي قاعده تاكل. وده لا جوز حمام يعني قاعدين كده خايفين على جنب لما انا بصور، قاعدين على جنب. ده لا جوز الحمام، سايبينهم كلهم جوز الحمام والارانب في عشه واحده. احنا عاملين العشه زي ما انتم شايفين كده، قطره زي العشه الصغيره كده من جوه زي ما انتم شايفين كده. الميه دي ناخدها نكبها ونحط لهم ميه نظيفه. ودي قطره او حته زي الفرن الصغير كده، يعني شكلها زي الخن كده بيكمشوا فيها. يعني لو برد يكمشوا جواها من البرد. ولو خايفين ما يدخلوا برضه يكمشوا جواها. وتحطي لهم يفطروا زي ما انت شايفه كده، حطينا لهم شويه ربيع. ولو عندك جزر حطي لهم، لو عندك غله حطي لهم، لو عندك نخاله شويه نخاله حطي. يعني اي حاجه اللي يرزق بها ربنا حطها لهم ياكلوا. طبعا انت ما تسيبيش الحاجه اللي عندك، الطيور اللي عندك لازم تاكليها وتشربيها عشان ربنا يكرمك منها. يعني هو الدنيا بقت غلا وكل حاجه، بس الحمد لله. احنا هنا جبت لهم البهناء وهكنس لهم العشه مكان الميه دي. طبعا لازم تكنس اللين اللي مكان الميه ده، وتحط لهم شويه تتريب يعني خشنين او ناشفين عشان خاطر ما يبقوش لينين معاكي تحتيهم، مكانهم يبقى ناشف. لما مكانهم يبقى ناشف يعني ما يبردوش منك. زي ما انت شايفه كده، احنا حطيت شويه اكل للحمامات، شويه عيش مبسوس يعني. وده ابوهم، حوشنا امهم وابوهم في عشة تانية عشان لما ان شاء الله يكرمها ربنا وتولد تبقى بعيدة عنهم، يعني ما يشربوهاش ولا يأثر على الصغيرين اللي هم يبقوا اخواتهم الصغيرين ان شاء الله. ده شكل الاغنام بتاعت اخويا. ربنا يخليهم له ويبارك له فيهم. حطينا لهم شويه ربيع يفطروا برضو، وهنحط لهم شويه ميه. وده الفروجات بتاعت امي ربنا يبارك لها فيهم. ده الديك ده عن شرط مش ما يخلي اي حد يطلع على السطح. اي حد يطلع على السطح خلاص ده كبير صغير ويشوفه، اما يهب فيه ما يبقى هياكله. نزلنا تحت طبعا، قلنا نفطر العجلة، حطينا لها تشرب كانت عشطانة. وحطيت لها شوية برسيم او ربيع من لما نشتريه. طبعا الحاجة بقت غالية، بس اللهم لك الحمد، ربنا ميسر الامور، ربنا ييسرها علينا وعليكم. ربنا مش ما يقطع بأي حد. ربنا كبير يعني، ما يرزقنا ويرزقكم يا رب، ويرزق كل مشتاق الذرية الصالحة، ويرزقنا بالرزق الواسع يا رب العالمين. ولو وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا، امانة عليكم ما تبخلوش عليا باللايك. ولو اول مرة تشوفوا قناتي اشتركوا فيها، وان شاء الله باذن الله اقدر انزل لكم كل حاجة عن الارياف، كل اللي يخص الارياف باذن الله.
زي ما انتوا شايفين هنا الحمار برضه حطينا له شويه برسيم وزجاته و... وزي ما يعني الحيوان ده طبعا مش هنسيبه جعان. وهنا كنت عارفه العجله حطلها شويه تبن، وحطت لها عليهم شويه نخاله، يعني عشان تاكل. عشان طبعا انا بقيت اما اخد منها شويه لبن من امها، فطبعا عشان ما ياثرش عليها. لو اثرت عليها طبعا ممكن تلقيها كرمشت كده مش سايحه وشكلها حلو زي ما انت شايفاها كده، لان انت تعملها زي العيال اللي تقطفيه يعني.